سامعين صوت القرمشه؟ احنا من هنا بنقدم اعتذارنا للبيك، لان هخليكم تعملوا مساحه بتاكلوه كل يوم وتخسوا وبطريقه سهله، وهو ده اللي هنعمله في الحلقه الثالثه من الدجاج مزاج. فلو عجبكم السلسله دي اعملوا لايك، اعملوا سيف عشان تجربوها. وسيداتي انساتي سادتي، يلا بينا. اول حاجه هنجيب كميه الفراخ اللي احنا عايزينها، هنحط معلقه هريسه او اي هوت صوص عندك، ده في حاله انك عايزها سبايسي. بعد كده محتاجين حاجه من الاثنين، يا زبادي يا مستردة عشان نطر الفراخ، 3 4 رشات بابريكا ورشتين 3 ملح، ونقلب كويس قوي. هنجيب اي علبه مستطيله عندنا ونبدا نفرش الفراخ فيها كده. رصيناهم، محتاجين نضغط عليهم زي ما بيضغطوا عليك في الشغل عشان تسلم التسليمات المتاخره عليك. فهنا هنحتاج الشاكوش بتاعنا، هنفضل ندقدق كده لحد كلهم يشبكوا مع بعض عشان يبقوا واحده واحده. بعد كده هنلفها ونخليها في الفريزر من ساعه لساعتين. هنطلعها من الفريزر ونقلبها بالمنظر ده، هتدينا القالب اللي انت شايفه ده. هنبدا نقطعها مستطيلات زي المسحب بالظبط، وبعد التقطيع حته المسحب بتبقى عامله كده بالظبط. ندخل بقى على اهم خطوه، خطوه البريدنج. كل اللي احنا محتاجينه 3 اطباق زي دول، طبق فيه 30 ل 40 جرام من دقيق الشوفان او الدقيق الاسمر او دقيق الشعير. الطبق الثاني فيه البيض، هنستخدم على الكميه دي بيضتين. اما اللي بيخلي المسحب كريسبي حاجه اسمها البانكو، وبدل البانكو او البقسماط الخشن ممكن نستخدم الكورن فليكس او ممكن نستخدم البالانس. ولو هم صادقين في الارقام اللي مكتوبه فهو اختيار حلو عن الكورن فليكس لان فيه بروتين اعلى. امسك نفسك. ودول شكلهم بعد ما تطحنوا، ده الكورن فليكس وده البالانس. شوف كام قطعه عندك واضربها في 10 جرام، هيطلع لك كميه الكورن فليكس او كميه البالانس اللي انت هتستخدمها. بص بقى، انت محتاج تجيب المسحبيه تغرقها في الدقيق بتاع القوط، بعد كده تحطها في البيض، بعد كده في الكورن فليكس او البالانس. وده الشكل النهائي ليهم قبل ما يخش الاير فراير على حراره 190 20 دقيقه. طيب يا انفورما، احنا ما عندناش اير فراير، نعمل ايه؟ اعملها في الفرن عادي، هتطلع نفس النتيجه بالظبط. انا بس بحلل فلوس الاير فراير اللي عندي. وده الشكل النهائي بعد ما طلعناها من الاير فراير، وده شكل القطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين صوت القرمشه؟ السعرات للقطعه هكتبها لكم في الكومنتات تحت، وانتوا بتشوفوا السعرات اكتبوا لي كومنت الوصفه دي تدوها كام من 10 وهتجربوها ولا لا. ولو انت او انت عايزين تهتموا بصحتكم وتبداوا رحله التغيير والفورمه، وتحط لكم برنامج تدريبي واكل في الدايت احلى من ده كمان، كل اللي عليكم هتبعتوا لي كلمه اونلاين في رساله وهبعت لكم كل التفاصيل والاسعار والعروض. لان التدريب الاونلاين والابلكيشن اللي بينزل لك عليه الدايت والتمرين مودي تجربه الاونلاين كوتشنج في حته ثانيه خالص. وفي الاخر اللي لسه مش عامل فولو او مش عامل لايك يعمل. استنوني الفيديو الجاي. سلام.